تعالى أخدك معايا في رحلة سريعة أعرفك فيها على واحدة من أجمل المومياوات اللي تم حفظها في مصر القديمة، وهي موميا الكاهن يويا. مش هنقدر ننكر أبدا إن اللي ميز يويا فعلا هو حالة الموميا بتاعته اللي بنشوف فيها بعد أكتر من 3300 سنة. وشه لسه واضح بشكل يخلي ملامحه تبان وكأنه عايش، ده غير الشعر اللي لسه موجود في منطقة الدقن والحواجب. أما لون الموميا الداكن اللي هو بيبقى بين البني والأسود، فده مش لونه الحقيقي خالص، لكن دي نتيجة مواد التحنيط اللي تم استخدامها زي الراتنج والزيوت وغيرها طبعا من مواد التحنيط التانية. ودي تقريبا نفس التقنية اللي اتعملت مع مومياوات تانية زي موميا رمسيس التاني، وعشان كده في ناس بتتلخبط دايما بينهم في الشكل مع ان الملامح مختلفة تماما. طيب نسأل نفسنا بقى مين يويا دوت؟ ده كان واحد من أهم الشخصيات في الدولة الحديثة، تحديدا في الأسرة التمنتاشر، وكان راجل سياسي وموظف رفيع المستوى وأحد المستشارين المقربين في البلاط الملكي، وهو والد الملكة تي زوجة الملك منحوتب الثالث، وبكده يبقى الجد الأكبر للملك توت عنخ آمون من جهة الأم طبعا. أما زوجته تويا فكان برضو ليها مكانة عالية وكان عندها ألقاب دينية مهمة جدا. يويا كان من أخميم في الصعيد، وكان معروف إنه راجل ذو نفوذ وثراء لدرجة إن بعض الباحثين بيعتقدوا إنه كان عنده أراضي وأملاك واسعة هناك. كمان كان بيشغل مناصب دينية كبيرة جدا، أهمها إنه كان كاهن للإله مين، وتلقب يويا بألقاب كتير كانت بتوضح مكانته. والألقاب دي مع المناصب الدينية بتأكد قد إيه كان قريب من قلب البلاط الملكي ومؤثر فيه. تم اكتشاف مقبرته هو وزوجته تويا في 1905 في وادي الملوك في الأقصر، والمقبرة كانت فعلا بمثابة كنز حقيقي. لقوا فيها أقنعة مذهبة من الكرتوناج، عربيات ملكية فخمة، أساس فاخر، وتوابيت أنيقة. وفي الآخر خليني أقولك إن وش يويا اللي بنشوفه النهاردة مش مجرد موميا، لكن ده صلة حية بالعصر الذهبي لمصر القديمة. ده وش راجل من النبلاء عاش في البلاط الملكي، كان أب لزوجة ملكية، وكان جد واحد من أشهر ملوك مصر وهو توت عنخ آمون. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو. سلام.